السلام ومرحبا بكم على قناة إيبيس كوجينتي. إن شاء الله اليوم باش نتعرفوا مع بعضنا على طريقة صنع خبزة الذراع، وهي من المرتبات التونسية الزمنية والقديمة ياسر. الخبزة الذراع باش نستحق الأربع كعبات عظم، 50 غرام من الذراع، 150 غرام من الفرينة، 150 غرام من السكر العادي، مع 50 غرام من السكر المحور، شوية لوز 50 إلى 30 40 20 غرام اختياري، شوية جرجان للزينة، شويه حليب، كاس حليب عادي ولا حليب كونسونطري، وشويه زبده. معناها انا خبزه الذراع نتاعي راني كاني باش نعمل خبزه جاتو عاديه جدا. باش نمشيو مع بعضنا نتبعوا المراحل بشويه بشويه، وان شاء الله تكون عمليه ناجحه. اول حاجه باش نبدا نقوم بها هي تخليط العظمه مع السكر، وهذه معناها من لي باز نتاع خبزه الجاتو. على قد ما تخدم الايتاب هذه على قد ما تكون ناجحه خبزه الجاتو نتاعك. حطيت انا 150 غرام تاع السكر نتاعي، باش نزيد عليهم 4 كعبات عظم وباش نخلطهم مع بعضهم. هوني بعد 6 دقائق من التخليط ولات لي كيما الكريمه. باش نزيدهم السكر المحور نتاعي ونكمل بقيه التخليط. في المراحل الاخيره نتاع التحضير نتاع الخليط نتاعي ما ننساوش باش نحطوا الفور نتاعنا يسخن على درجه حراريه 180 درجه حراريه، ونكملوا اللي موجود. كيما قاعدين نشوفوا هنا ولات لي كيما الكريمه كيما العصيده. توا باش نقوم بمزج الخليط نتاعي اللي هو الذراع. باش نقوم بوضع الذراع مع الزبده هكاك باش نبدا نحل فيه بشويه بشويه، وفي اخر مرحله باش نقوم باضافه الفارينه نتاعي والخميره، ونزيد بعديك في الاخر اللوز ان شاء الله. الفارينه نتاعي اللي قمت بتذويبها شويه على النار، مش برشا، مازالت لي هكاك قبلتها باش يقعد لي الليكيد باش ما يجينيش عاقد ياسر. اللي ما عندوش زبده ينجم يستعمل زيت النباتي. زيت الزيتون نحبذ ما نستعملوش انا في الحلو على خاطر عنده نكهه قويه ياسر، معناها ينجم يعطيك نكهه زيت الزيتون مع الحلو وما نعرفش ثم يمكن الناس تعجبها. انا واحد من الناس مانيش معناها مغروم ياسر بهالفكره هذيا. بعد زبده نحط الذراع نتاعي. انا الذراع هذايا جبته من تونس، ذراع باللوز بالفاكهه، ونقوم عمليه التخليط. كما نشوفوا الان الخليط نتاعي جالس الكل، الذراع مع العظمه مع السكر. توا باش نزيد نحط المكونات اللي تبقات لي اللي هي الفارينه، الخميره والحليب. كملت الخليط نتاع الفارينه نتاعي. بالنسبه لي انا ما استعملتش الفارينه كلها، معناها خاطر انا عندي الوعاء نتاعي اكثر من 200 غرام فارينه. استعملت الدوبل نتاع الذراع اللي استعملته. باش نضيف الحليب، بقى يكفي هكايا. باش نزيد نحط معاه اللوز، ونقوم بالخلطه تخليط. كملت الخلطه نتاعي ما شاء الله، جاني لون تحفوني ياسر، معناها ما بين الجري والاخضر نتاع الذراع. الذراع اللي استعملته ذراع بالفاكهه، زدت حطيت له انا اللوز. لهنا حضرت الفورمه نتاعي، حطيتها تسخن شويه باش عملت لها شويه زبده باش ما ترسخليش الخبزه بالطبيعه. الفور نتاعي سخون. توا ندهنيها الكل، نحاول نعدي الزبده على الداخل الكل. بعد ما كملت دهنت الوعاء نتاعي بالزبده، عملت له شويه فانيله هكاك نكون متبال باش ما تلصقش الخبزه نتاعي، ونقوم بصبان الخليط نتاعي الكل في وسط الفورمه هذه. لهنا كملت، حطيت الخليط نتاعي داخل الفورمه نتاعي، الجرجري نتاعي من فوق، ونزيد من عليه برات. 20 دقيقه نتاعي تعداو، خرجت الخبزه نتاعي كما تشوفوا ما شاء الله جات مزيانه ياسر. ما قعد لي كان باش نديمولها نخرجها من الفورمه نتاعي. هذه الخبزه نتاعي ديموليتها كما تشوفوا ما شاء الله جات مزيانه ياسر. قعد لي كان باش ندوخ ونقول لكم شهيه طيبه. هنا كما تشوفوا خبزتي طابت بالكدا، مازالت سخونه، خليها تبرد. شوف الكونسيستونس نتاعي، اللون مزيانه ياسر، الخفه خفيفه.